السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. ونعتذر على الصوت نظرا لإصابتنا بالزكام، عافاكم الله. اليوم نريد أن نتكلم وندلي بدلونا في موضوع إضراب الأساتذة. كما نعلم أن التعليم هو من القطاعات الاجتماعية الحيوية التي لا يجب فيها شد الحبل بين الأطراف، بين الأستاذ والوزارة والنقابات. هذا القطاع يلزم فيه شيء من الليونة، ليست ليونة الهزيمة بل ليونة العقلانية. الأساتذة يطلبون الحوار والحكومة تريد إحداث لجنة، والتلاميذ وأولياؤهم يريدون العودة إلى الأقسام. يجب أن نجد حلا لهذه المشكلة العويصة. لماذا؟ لأن الوقت ليس في صالحنا، أن الوقت يمر، وكل يوم يمر، وكل شهر يمر، وكل أسبوع أو شهر يمر، وكلما طالت مدة إضراب إلا وضاق وقت التعويض، لأنه عندما سيصل وقت الامتحان سنعد على أيدينا في وقت تذهب طبقة أخرى إلى الأقسام، لأنهم يتابعون دراستهم في التعليم الخصوصي، وهؤلاء عندما يصل وقت الامتحان سوف يطالبون بإجرائه، نظرا لأنهم دفعوا مبالغ ويريدون أن يجتاز أبنائهم الامتحانات في غياب تكافؤ الفرص الذي هو شرط أساسي في جميع المنظومات ومنها المنظومة التعليمية. وعليه يجب أن نجد تخريجة توقف هذا القانون الأساسي، ويعود الجميع إلى طاولة الحوار الجاد، ولتتحمل النقابات مسؤوليتها الحقيقية، لأنه لا يعقل وبأي منطق نطرح هذا السؤال، وبأي منطق النقابة تحاور الحكومة القانون الأساسي كطرف، وفي نفس الوقت تصوت على هذا القانون في البرلمان. إذن ليتحمل الجميع مسؤوليته من أجل وجود الحل الناجع لمسألة استمرارية المرفق العمومي في التعليم، ومن أجل مبدأ تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي. شكرا لكم، أتمنى أن لا نكون جانبنا الصواب، هذا مجرد رأي أدلينا به في هذا الموضوع. شكرا لكم، وإلى اللقاء.